عالم الخيال هو عالم كل الأوقات وكل الأزمنة، وبحر واسع ملوش نهاية. ولما يجتمع مع التاريخ والحضارات القديمة بتكون الأفكار ملهاش حدود وملهاش سقف، وكل واحد وخيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة قصتنا اسمها الفرعون الحديث. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. عالم آثار ودكتور في الجامعة، بيحب جدا شغله وبيحب الحضارة المصرية القديمة وتعتبر هي كل حياته. دكتور مسعود يعتبر واحد من أهم علماء الآثار في العالم، واكتشف مقابر كتيرة وعظيمة، ويعتبر من أوائل الناس اللي عنده علم باللغة الهيروغليفية وكمان يقدر يتكلم بيها. تقريبا حياته كلها عبارة عن الحضارة المصرية القديمة. ودي يا جماعة كانت أعظم مقبرة أنا اكتشفتها، لأن الكنز اللي كان فيها كتير جدا، وده إن ده اللي يدل على إنه كان ملك عظيم جدا، لأن الخدم ما بيحطوش كنز كتير مع الملك إلا لو كانوا بيحبوه جدا وكان عنده انتصارات عظيمة وكبيرة. وهنا بيستوقفوا طالب: طب واسم الملك ده إيه يا دكتور؟ لسه ما قدرناش نعرف اسمه بالظبط ولا الفترة الزمنية اللي مسك فيها، ولكن احنا لسه ما خلصناش في المقبرة ومش كل حاجة طلعت، بس أول ما نكتشف حاجة تانية هنبتدي نعرض. طيب يا شباب، كده المحاضرة خلصت. حد عنده أي أسئلة؟ وبيرفع إيده نفس الطالب: أيوة يا دكتور، أنا سمعت يا دكتور إن الفراعنة دول فضائيين وإنهم كان عندهم جميع الوسائل الحديثة. وبيضحك الدكتور باستهزاء: لا طبعا، الكلام ده أي كلام. الفراعنة أكيد كانوا أذكياء وكان عندهم وسائل مش حديثة أوي، ولكن كانت بتخدم اللي هم عايزين يعملوه عشان يقدروا يبنوا حضارتهم العظيمة. ولكن فضائيين وكلام فاضي زي ده لا طبعا. وبيرد عليه الطالب: يعني مش وارد يا دكتور يكون الفراعنة كان عندهم وسائل أحدث من اللي عندنا دلوقتي خلتهم يبنوا الأهرامات ويعملوا حضارة عظيمة زي اللي احنا بنشوفها النهاردة؟ آه، لو كلامك صحيح، ليه الوسائل الحديثة دي مش موجودة دلوقتي؟ وليه مش قادرين لحد دلوقتي نعرفها بالظبط؟ فالموضوع مش زي ما انت فاكر. تمام يا دكتور، شكرا. حد عنده سؤال تاني؟ طيب، شكرا يا جماعة واشوفكم المحاضرة الجاية. بيخلص الدكتور وبيطلع من المدرج عشان يركب عربيته، وإذ فجأة بيوقفه شخص من ظهره وبيقول: يا دكتور، يا دكتور مسعود. أيوة. ازيك يا دكتور؟ أنا فهمي يا دكتور، اللي كنت بسأل حضرتك في المدرج جوه. ازيك يا فهمي؟ خير، في حاجة؟ أنا معجب بحضرتك جدا يا دكتور، وكنت دايما بتمنى إن أحضر مع حضرتك محاضرة، والحمد لله اتحققت النهاردة في أول سيشن ليا. حبيبي يا فهمي، وإن شاء الله تستفيد أكتر وأكتر. أكيد طبعا، ما أنا مع حضرتك. هو أنا بحب جدا الحضارة الفرعونية يا دكتور، ونفسي فعلا أتعمق فيها وأشوف مقبرة حقيقية. هل في إمكانية إن أروح معاك وحضرتك بتفتح المقبرة؟ بص يا فهمي، هو ما ينفعش، لأن لو وافقت على إنك تيجي معايا بقية الطلبة هيتضايقوا، وما ينفعش طبعا أجيب كل واحد معايا. تمام يا دكتور، وأنا متفاهم أكيد. معلش يا فهمي، بس إن شاء الله تتخرج وتبقى حاجة كبيرة، وساعتها أنت اللي تقدر تساهم في فتح أي مقابر جديدة، وإن شاء الله تكون أنت اللي مكتشفها بنفسك. ربنا يخليك يا دكتور، ده كلام يسعدني ويشرفني جدا. حبيبي يا فهمي، أنا لازم أستأذن بقى دلوقتي. سلام. مع السلامة يا دكتور. وفي وقت ما الدكتور قاعد على السرير وبيقرأ في كتاب قبل ما ينام وبيشرب عصير الليمون، بتجيله مكالمة ما كانش مستنيها خالص في الروقان ده: عم سيد حارس المقبرة. الحقني يا دكتور. خير يا عم سيد، في ايه؟ انا بسمع اصوات من المقبرة يا دكتور. وايه الجديد يا عم سيد؟ ما انت طول عمرك بتسمع اصوات من المقابر، ده العادي يعني. لا يا دكتور، المرة دي الموضوع مختلف. المقبرة بتنده عليا باسمي وعايزاني اخش المقبرة. ما تخافش يا عم سيد، النهار ما فاضلوش كتير، استحمل بس عقبال ما. وفجأة عم سيد بيصرخ بأعلى صوته: عم سيد، عم سيد. الدنيا ضلمة ومفيش حد موجود هناك. عم سيد اللي بيحرس المقبرة مش موجود. الوضع مريب وعجيب، والدكتور مش عارف ايه اللي حصل. الدكتور راح بنفسه المكان، بس المشكلة انه راح لوحده. بيحاول الدكتور يدور على عم سيد بس ملوش أثر، كأنه فص ملحودة. الدكتور مهما كان دخل قبور كتيرة، بس المرة دي غير كل مرة. المرة دي في حدث قبليها حصل،
وهو اختفاء عم سيد فجأة بعد ما صرخ. طبعا الدكتور بلغ البوليس، بس هو وصل قبله وقال يستنى لما يجوا. بس فجأة بيسمع الدكتور صوت من المقبرة بينده باسمه. طبعا الفضول كان عند الدكتور ودخل لوحده من غير ما يستنى حد، هو والكشاف لوحده. دنيا ضلمة كحل، بس الكشاف يافي بالغرض. فضل يدور الدكتور ويعرف الصوت ده جاي منين ويفهم اللي بيحصل، وهل ممكن تكون تهيؤات وخلاص. بس فجأة بيلف الدكتور ظهره ويلاقي شخص في وشه. الدكتور: انت مين؟ ما تخافش يا دكتور، انا فهمي. بتعمل ايه هنا فعلا؟ ابدا يا دكتور، انا كنت معدي وشفت عربيه حضرتك بره، فقلت اشوف حضرتك بتعمل ايه هنا. مالكش دعوه، ويلا بينا من هنا. هي مش دي المقبره الجديده يا دكتور؟ هي، ويلا بينا من هنا بسرعه. وفجاه بيكعبل الدكتور على الارض، بس الوقعه دي خلتهم يكتشفوا سرداب تحت المقبره، واللي الفضول اخد فهمي انه يفتحه، وفعلا فتحه. بس الفتحه دي ما كانتش فتحه خير عليهم، واللي حصل بعدها كان أغرب من الخيال. الجزء الأول خلص ولسه فيه أجزاء تانية. لو متحمس تشوف الأجزاء التانية دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس.